خارطة طريق للبكك وتركيا لجنوب كردستان. كلما مر الوقت والعهود التي قطعها أجلا على نفسه للدولة التركية بشأن الميثاق القومي ترى النور أكثر، وتنكشف حقائق البكك بعد اعتقال أجلا على ساحة يوميا، وتتضح أن البكك لم تبقى تلك البكك التي رفعت شعارات المطالبة بكردستان مستقلة منادية بصوت جهوري جبلي. واتضح أن الكلمة الأولى والأخيرة هي لمجموعة أنقرة التي تقود البكك من دون معارض، وأن المؤامرات التي تحك في إمرالي تنفذ في قنديل من دون أي اعتراض. وبمرور الوقت يتضح أن مجموعة أنقرة تحاول حرق كردستان المستقلة في نار حامية. فسياسة البكك القاضية بتسليم جنوب كردستان لتركيا في إطار الميثاق القومي التركي تدار من قبل تركيا والمجموعة المعروفة بمجموعة أنقرة. وقد بدأت هذه المحاولات بعد قيام تركيا بعمليات عسكرية سمتها بأسماء الحيوانات في الأيام القليلة الماضية، ولم يبقى الكثير من الوقت لتبلغ هذه المؤامرة مراحلها الأخيرة. فوفق هذه المؤامرات الدنيئة ستخضع مناطق كثيرة من جنوب كردستان وبالأخص منطقة بهدنان لقبضة تركيا. والحق أن هذه المؤامرة المشتركة تتألف من 4 مراحل تم تنفيذ مرحلتين منها، وبقيت المرحلتان الأكثر خطورة لنجاح المؤامرة وتنفيذها بالتمام. وقد استطاع موقع دار كمازي الحصول على معلومات غاية في الأهمية والخصوصية حول هذه المؤامرة وخارطة الطريق المشترك على جنوب كردستان، وخصوصا بعد بدء الهجوم منتصف الشهر الجاري باسم مخلب الناسر والنمر. فوفق هذه المؤامرة تحاول البكك جرى تركيا نحو قرى وبلدات الجنوب وتحويل منطقة بهدنان لمنطقة عسكرية. وقبل أن نطلع القراء على تلك المعلومات سنتحدث بشكل مختصر حول جغرافية منطقة بهدنان، وبالأخص محافظة دهوك والمناطق التي تتمركز فيها البكك والاحتلال التركي الفاشي. لمحافظة دهوك ما يقارب من 140 كيلومتر من الحدود المشتركة مع شمال كردستان. وبعد تمركز البكك في الجنوب وبناء مقارها هناك جعلت من منطقة بهدنان مركز قوتها الرئيسي. والآن اتضح مدلول قول البكك بعد اعتقال أجلا بأنها مسحت الحدود بين شمال كردستان وجنوبها. فقد عبرت البكك الحدود ودخلت الجنوب، بل وجعلت منها كطريق دولي للقيام بمهامها والتنقل بحرية ووقت ما شاءت. وقد استخدمت البكك هذا الطريق لعبور ومرور المقاتلين ونقل الأسلحة والمخدرات كمنفذ استراتيجي. قد يتساءل أحد أو طرف كيف سمح جنوب كردستان للبكك بالقيام بهكذا أعمال والتنقل في الجنوب حسب أهوائها من غير مساءلة أو تتبع؟ والإجابة بغاية السهولة. فالبكك تعرف جيدا أن مسعود البارزاني حرم الاقتتال الأخوي ولن يدع دماء الكرد تراق بيد الكرد بأي طريقة كانت. لهذا استغلت البكك هذا الموقف، وإلا فإنها تعرف جيدا أنه لو حدث اقتتال داخلي أخوي ما الذي سيحدث لها من كوارث ومآسي. تتألف هذه المؤامرة من 4 مراحل. المرحلة الأولى حسب اتفاقية مسبقة بين تركيا والعراق تم نشر ما يقارب من 30 قاعدة ونقاط عسكرية تركية في جنوب كردستان، 10 منها في زاخ و15 في منطقة برواري بالا وكاني ماسي، وكذلك 5 منها في منطقة نيروي ريكان ومناطق الدوسكية العليا والعمادية وشيلادزي. وتحتوي هذه القواعد والنقاط العسكرية على هذه الأسلحة: الدبابات والمدافع والطائرات الدرون وكاميرات عسكرية بأحدث التكنولوجيا للتعقيب. أي تم تثبيت معسكرات تركية على المثلث الحدودي بين سوريا وتركيا ووصولا لمنطقة أفاشين. وكما قلنا فالبكك وبعدما استخدمت الجنوب كقاعدة لانطلاق هجمات واشتباكات طفيفة لها على الحدود، تسبب هذا بأن تبني تركيا قواعد عسكرية لها على أرض الجنوب. وبعدها بدأت البكك بتنفيذ المؤامرات عندما قامت بهجمات خفيفة على تلك القواعد، ما أدت إلى قيام تركيا برد يومي بالهجوم على مناطق تمركز البكك. وبهذا أصبحت الحياة في هذه المناطق بالغة الخطورة وصعبة بمثابة العيش في الجحيم لأهالي هذه القرى. المرحلة الثانية بدأت أواخر العام الماضي عندما قامت البكك باستفزاز تركيا بهجمات خفيفة متفرقة، بحيث يستطيع الإنسان وصف هذه الهجمات بالألعاب النارية للصغار كإطلاق عيارين ناريين من كلاشينكوف أو قذيفة هاون. وهذا ما جعل الأتراك يتدخلون بطريقة مباشرة جنوب كردستان. فما الذي حدث هنا؟ والإجابة هي أن البكك سلمت 15 كيلومتر من أراضي الجنوب للمحتل، وبالأخص منطقة عشيرتي غولي وسندي. المرحلة الثالثة نستطيع أن نحدد وقت بدء هذه المرحلة بمحاولة البكك لاغتيال موظف القنصلية التركية في العاصمة أربيل، وبعدها القيام بهجمات غير منتظمة ضد النقاط التركية. وهذه المرحلة
المرحلة غاية في الخطورة وهي في طريقها للتنفيذ بالكامل، وقد بدأت تركيا بعملية عسكرية منتصف حزيران سمتها بمخلب النسر والنمر، ومنذ ذاك الحين والباكك في تراجع وانسحاب مستمر نحو القرى والمدن وبطريقة ممنهجة. وخطورة هذه المرحلة هي اقتراب الحرب نحو البلدات تدريجيا، ولهذا فستتحول منطقة بارواربالا لغاية جبل ماتين لساحة معركة، وستخضع لسيطرة تركيا، أي خضوع جبل ماتين وحتى المناطق الحدودية لسيطرة الاحتلال. المرحلة الرابعة لهذه المؤامرة المشتركة هي تحويل مساحة أخرى من منطقة بهدنان لمسرحية صراعات وتمركز القوات التركية فيها، فمن جبل قلعة شابان ووصولا للمناطق المطلة على ناحية باطوفة ستخضع لسيطرة الأتراك. باختصار نستطيع الجزم أنه بتنفيذ هذه المرحلة ستصبح زاقو والعمادية وحتى دهوك منطقة عسكرية في قبضة تركيا. ماذا ستكون نتائج ما بعد هذه المؤامرة؟ نستطيع استخلاص نتائج هذه المؤامرة المشتركة حكك تركيا بهذه النقاط: أولا، تهجير ونزوح أهالي قرى تلك المناطق نحو البلدات والمدن. ثانيا، زيادة سوء الوضع الاقتصادي للجنوب وبالأخص في مجال الزراعة وتدمير القطاع الزراعي. ثالثا، إلحاق أضرار عسكرية بإقليم جنوب كردستان. رابعا، الاستيلاء على جزء كبير من أراضي كردستان المستقلة من قبل الدولة التركية المحتلة. والنقطة الرئيسية والهامة وبالغة الخطورة هنا هي الباكك. فالباكك بعد احتلال تلك المناطق أين ستذهب؟ أين ستثبت منصة مسرحية حربها المصطنعة لتسليم تلك المناطق أيضا لتركيا مستقبلا؟ فكما أخلت الباكك شمال كردستان وانسحبت نحو الجنوب، فلن يكون بمقدورها البقاء هنا، بل ستنسحب نحو البلدات والمدن. آنذاك ستحدث حروب دامية وستتعرض هذه المدن للهجمات التركية، بمعنى تكرار سيناريو غرب كردستان وكيف مهدت الطريق للدولة التركية باحتلال مدنها واحدة تلو الأخرى. وقد نشر موقع دار كامازي منذ بداية قيامه بمهام نشر عشرات المواضيع والمضامين حول مؤامرات الباكك تركيا الدنيئة والخبيثة لاحتلال أراضي جنوب كردستان. كما كشف الموقع عن كيفية تحول الباكك لجسر لعبور تركيا الفاشية للجنوب، غير أنه في كل مرة يتهم موقعنا بالتجسس والعمالة للمخابرات التركية ميت من قبل أعضاء ومؤيدي الباكك. والحق أن لزعيم الباكك يد في حكة المؤامرات وتنفيذها مع المخابرات التركية ومستشارها هاكان فيدان.